تريد قرض ما يقل عن 20 مليون وما يزيد عن 50 مليون وبدون فوائد، أنا راح أقول لك وين هذا القرض. يوم أمس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أطلقت مبادرة أرزاق. هذه المبادرة خصصتها للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، يعني اللي يأخذون رواتب وإعانات من شبكة الحماية الاجتماعية كعاطلين عن العمل، مستفيدين من رواتب الرعاية والحماية الاجتماعية. عموما فتحت لهم نافذة، والبارحة فتحت رابط موجود على صفحتها الموثقة بالعلامة الزرقاء. هذا القرض علما راح يكون أنت أو أنتي عندك فكرة مشروع، كأن يكون محل، معرض، مصنع، ورشة صغيرة، وتريد لها قرض، أنت محتاج فلوس، فتقدم عبر هذا القرض، عبر هذا الرابط بالتحديد، تقدم فكرة المشروع مالتك ودراسة الجدوى والمبلغ اللي تريده، والوزارة راح تشوف هذا الطلب مالتك، تشوف المشروع مالتك، إما توافق عليه، وإذا وافقت ممكن تعطيك مبلغ القرض كله أو أقل من المبلغ اللي أنت محدده، كأن يكون أنت محدد 50، هي تعطيك 40 أو 30 مثلا. وبالتالي بعد ما توافق لك راح تمنحك هذا القرض. المهم هنا شنو؟ إذا وافقت الوزارة على القرض مالتك، بعد 3 أشهر من مرور القرض ومن مرور العمل بالمشروع مالتك راح تنقطع عنك المنحة أو الراتب. لكن إذا رفض عنك المشروع، رفضت الوزارة مشروعك، راتبك راح يبقى ومستمر كما هو. بالتالي القروض من 20 إلى 50 مليون وبدون فوائد، ومخصصة إلى المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، واللي هي خصصوها حتى الناس تبدأ تفتح مشاريعها، بدل ما ياخذ منحة ممكن هذا الشهر تجي تتأخر ما تجي، راح يكون عنده مشروع ويستفيد من هذا المشروع ويشغل ناس وياه.